السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لكل عشاق القهوه والنسكافيه واللي ما بيبداوش يومهم غير بفنجان قهوه، ولكل اللي بيعشقوا ريحتها قبل طعمها، فالفيديو ده معمول مخصوص ليكم. وصفتنا هتكون بسكوت القهوه، واللي اول ما يدخل الفرن تحسوا كده من ريحته ان البيت كله بيتحول لكافيه. حبات صغيره على شكل حبوب القهوه، ناعمه دايبه وطعمها خطير. جنب اي مشروب دافي في الشتاء بتبقى حلوه قوي. ينفع للفطار وينفع مع القهوه في اي وقت، وكمان ينفع للضيافه لانه شكله فخم وطعمه مختلف. بسكوت لازم يكون موجود عندكم في البيت طول فترة الشتاء، لأنه سهل وسريع ومكوناته بسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة خطوة بخطوة، ونحول مطبخنا لكافيه بريحة قهوة تجنن. هنسمي الله ويلا بينا نبدأ على طول في الوصفة. أول حاجة جبت طبق كبير وبنزل فيه بكوباية إلا ربع من السكر البودر، وأحسن حاجة إن انتوا تطحنوا السكر في البيت عن انتوا تشتروه جاهز، لأن الجاهز ده بيبقى مخلوط بالنشا. عندي كمان كوباية إلا ربع من الزبدة، ولازم تكون لينة وطرية، يعني كونوا مطلعينها من التلاجة قبل ما تشتغلوا فيها كده بحوالي ساعتين. بنزل بالزبدة على السكر. عندي كمان ربع كوباية من الزيت النباتي، واستخدموا نوع فاتح ونضيف علشان ما يغيرش في طعم البسكوت بتاعكم. بعدين بالمضرب الكهربائي هنخفق الأول على سرعة هادية علشان ما نبهدلش الدنيا حوالينا، وتلاقوا كده السكر اتبعتر في كل حتة. يا دوب كده بنشغل المضرب بالراحة خالص لحد ما يا دوب المكونات كلها تتجانس مع بعضها. بعدين بنخفق على سرعة عالية جدا، أعلى سرعة عندكم، وابدأوا بقى اضربوا. هتلاقوا إن لون الزبدة عندنا اختلف تماما، بقى لونها وقوامها كده كريمي وفاتح، تحس ان هي عامله زي الكريمه. اول ما بنوصل للشكل والقوام ده على طول بنوقف ضرب، وبننزل ببضايه بدرجه حراره المطبخ، ولازم المكونات كلها بتاعتنا تكون بحراره المكان علشان الزبده ما تفصلش وتنزل السوائل بتاعتها. وتلاقوا بعد كده البسكوت بقى ناشف ومعضم. طبعا طالما حطينا بيض لازم فانيليا علشان الزفاره. حطيت هي نص معلقه صغيره مش اكتر من كده. اول ما بنحط البيضه ونضرب بنحس كده ان قوام الزبده معانا بقى مجمع كده ومقطع زي ما انتم شايفين. بنكمل ضرب كده لحد ما بيرجع تاني كريمي وفومي بالشكل ده. طبعا القوام الكريمي ده بيساعد ان البسكوته بعد كده بتبقى من جوه هشه ومش مكتومه خالص. هنا الزبده عندي بالسكر بالبيض بقت جاهزه. شوفوا لي بقى القوام ناعمه جدا وكريمي وعامله زي الكريمه. بالنسبه للمكونات الجافه عندي كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالبسكوت. عندي كمان معلقتين كبار من النشا بيساعدوا ان البسكوت يبقى مقرمش، ومعلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى. واستخدموا نوع نظيف لان الوصفه كلها معتمده عليه. عندي كمان معلقتين كبار من القهوه سريعه الذوبان، وربع معلقه صغيره من بيكنج باودر. ما تزودوش اكتر من كده علشان البسكوت معاكم ما يفرش، تحسوا كده ان هو فرد قوي. بننزل بقى كل المكونات الجافه دي طبعا في مصفى تكون الاخرام بتاعتها تكون صغيره وضيقه، علشان لو في اي تكتلات معانا تفك، ويبقى البسكوت من جوه هش كده ودايب. بالنسبه كمان لمعلقتين القهوه سريعه الذوبان حطيتها في مصفى كده وبضغط عليها علشان انعمها، تلاقوها نزلت معاكم من المصفى على شكل باودر. ودي كل مكونات الجافه اللي انا هحتاجها. اخر حاجه بحط رشه صغيره خالص من ملح، حاجه كده بتظبط الطعم. طبعا اي بسكوت عندنا ما بتعجنش، يا دوب بنقلب كده كل المكونات مع بعضها لحد ما الدقيق عندي يختفي تماما، وتشكل عندي عجينه بسكوت ناعمه وكمان في نفس الوقت مش مشققه. طبعا بنختبر العجينه دي لما بناخد كده حتى بين ايدينا وبنكورها كده ونضغط عليه. لو لقيتوها مشققه معاكم حطوا كده معلقه من الزبده مع رشه من الدقيق. ولو لقيتوا ان القوام معاكم سايل قوي وسايب، تحسوا كده ان بتلزق في ايديكم، زودوا رشه من الكاكاو او معلقه من الدقيق. اي حاجه من الحاجات دي هتلاقوا القوام معاكم ظبط. هنا اختبرتها يا دوب خدت حته كده وكورتها، بعدين بضغط عليها. شوفوا بقى القوام ناعمه جدا بدون اي تشققات خالص. كده العجينه معايا مظبوطه وبقت جاهزه على الشغل على طول. هنشتغل بقى. الصينيه او الصاج اللي احنا هنخبز فيه ما يكونش مدهون اي حاجه خالص. العجينه فيها ماده دهنيه كافيه. كمان بنغطي الطبق العجين بتاعنا علشان الجو برد فما يغيرش قوام العجينه بتاعتنا. باخد قطع صغيره خالص كده من العجين، حوالي 7 جرام قد حجم العنبه الصغيره. بعدين بكورها وبفردها كده بالطول زي ما انتم شايفين كده، نعملها على شكل حبه القهوه. بعدين بسباتولا او اي حاجه عندكم كده ليها حرف رفيع بعمل يا دوب خط خفيف خالص من غير بنزل لتحت علشان ما تفرش مني، يا دوب بس هي علامه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. بعدين بنرصص البسكوت في الصاج جنب بعضه كده، وبنسيب مسافه بين كل واحده والتانيه لان طبعا حاطين فيه بيكنج باودر، فلسه ان هو يعني هيريح حاجه بسيطه خالص. وده اول صاج عندي خلص. هدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. الرف اللي في النص بيقعد من 15 ل 20 دقيقه مش اكتر من كده. ولو النار عندكم بتاعت الفرن عاليه شويه خلوا النار بتاعتكم على 160 او 170. بنشغل من تحت بس، وممكن اخر دقيقه بنحتاج ان احنا نشغل الشوايه. وده الصينيه التانية بتاعتي، ودي كمان التالتة. ما شاء الله كميه حلوه جدا من كوبايتين ونص بس من الدقيق.
بعد 15 دقيقة طلعت أول صاج من الفرن، وأول ما بنطلعه ما بنجيش جنبه خالص ولا بنلمسه، لأن بيبقى البسكوت معانا لسه طري شوية. بنسيبه كده لحد ما يبرد ويبقى بدرجة حرارة المطبخ، هتلاقوه شد معاكوا وقرمش. شوفوا لي بقى القوام بقى بتاع البسكوتة، محافظة على الشكل والرسمة بتاعتها، كمان ما فرش ونفش قوي. ومش يعني بصوا النعومة بتاعته. كمان لما بنكسر البسكوتة من جوه هشة ازاي ومش مكتومة، يعني المسام اللي جوه دي ده أكبر دليل البسكوتة معانا هشة. دي الصينية التانية ودي كمان الصينية التالتة، خبزتهم بنفس الطريقة علشان نحافظ على البسكوت بتاعنا انه يفضل مقرمش لاخر واحدة كده. واطول وقت بنحط الكمية كلها في علبة محكمة الغلق وبنقفلها كويس ونطلع بس منها على قد ما بناكل كده، هتلاقوه معاكوا اكنه لسه معمول. تقدروا تاكلوه كده سادة، يعني من غير بقى ما تحطوا فيه شوكولاتة ولا اي حاجة. وهنا نص الكمية عندي حبيت اعملها بالشوكولاتة، فسيحت شوكولاتة خام على حمام مائي كده او في الميكروويف مع المعلقتين كبار من الزيت لحد ما بيبقى القوام معاه سايل كده. وبننزل بنص البسكوتة، بعدين بطلعها وبصفيها من اي زوايد من الشوكولاتة، بعدين بنرصصهم جنب بعض على كيس بلاستيك. مجرد بس ثواني هتلاقوا الشوكولاتة نشفت عليها، لان الجو برد فمش بتحتاج ان انتوا تدخلوها التلاجة ولا اي حاجة. شوفوا لي بقى الجمال، ريحة وطعم وشكل بجد خطيرة جدا. دي احسن حاجة تقدموها لاي ضيوف جايين لكم. امشوا على نفس الخطوات والطريقة دي بالظبط وهتاكلوا احلى بسكوت قهوة مكلتوش قبل كده. وبس كده خلصت وصفتنا. اتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم، واستنوني فيديو جديد نعمله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.